الله أكبر الله أكبر ما قام قائم واستغفر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر يا عباد الله الله أكبر أن منحنا الله أن قدم علينا رمضان وصمناه بفضل منه وإنعام الله أكبر على إتمام نعمة رمضان بالصيام الله أكبر ما فرح الموحدون بصيامه الله أكبر ما كبر المكبرون على أن من الله عليهم بإتمام شهر رمضان الله أكبر الله أكبر عباد الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولم لا ويعلو التكبير في كل ربوع الأرض حيث أمر الله جل وعلا لتكبروا الله على ما هداكم على أن منحكم الله إيمانا وتقوى وصبرا على الطاعة فالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عباد الله تعلمنا من رمضان حيث قدم علينا ورحل من بين أيدينا ليعلمنا أن الدنيا ما طارت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة أياما معدودات مرت من بين أيدي المؤمنين وكأنها سويعات مرت عليهم أما العصاة فكان يوما طويلا وشهرا كبيرا ثقيلا على قلوبهم أما الموحدين ففرحوا برمضان وسعدوا به لما لا والصالحون سلفنا الصالح كان يبكي على رحيل رمضان كان يبكون بكاء يبلون لحاهم من البكاء خوفا بعد طاعتهم بعد صبرهم بعد قيامهم ألا يقبل العمل أيخافون ويوجلون من الله أن يرد عليهم أعمالهم فكانوا يخافون من الله تبارك وتعالى يعيلون هم العمل الذي منحه الله لهم بين أيديهم الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول ما من يوم يمر على بني آدم من أيام الدنيا إلا وينادي عليه يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاقترب مني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد وهذا لسان حال اليوم لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما ندمت على يوم كندمي على يوم مر علي نقص فيه من عمري ولم يزداد فيه من عملي فرمضان كان فرصة عظيمة للذين قبلوا على الله للذين فتح الله قلوبهم للذين ثبتوا على الطاعة فعلامات قبول طاعتك علامات قبول إيمانك الذي علا في صدرك في رمضان أن تثبت على الطاعة بعد رمضان أن تثبت على إيمانك أن تثبت نفسك السيدة عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل عملا إلا أثبته فأثبتوا على طاعتكم اثبتوا على إيمانكم من أراد أن يرتقي من أراد أن يعلو من أراد أن يسمو من أراد أن يكون خفافا فليصل في صيامه فليصل في صيامه فليصل في طاعته يصوم بعد رمضان كما أمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكان كصيام الظهر صوموا إن استطعتم إلى ذلك سبيلا إلا من عسره الله بنيته يؤجر إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى عباد الله رسالة للشباب الذين ثبتوا ربنا تبارك وتعالى جعل لك ظلا يوم القيامة ظلا من حر الشمس التي تدنو من الرؤوس فتح لك باب من أبواب الجنة جاء من السبع الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله شاب فتح الله قلبه للإيمان وتاب في رمضان وصلى وصام اثبت على ذلك فإن الدنيا أنت لا تضمنها ولا تعيش فيها إلا سويعات وسنخرج منها إلى الله تبارك وتعالى ضع ذلك نصب عينيك أنك سترحل إلى الله وتقف أمامه ويسألك على النعمة التي أنعمها عليك نعمة الصحة نعمة العافية نعمة الأمن والأمان كل هذا ستسأل عليه بين يدي الله تبارك وتعالى رسالة للآباء
أوصيكم بأبنائكم خيرا، أنتم رعاة مسؤولون عن رعيتكم، مسؤولون عن أبنائكم، مسؤولون عن بناتكم، مسؤولون عن أزواجكم، فكل راع في بيته مسؤول عن رعيته عما استرعاه الله تبارك وتعالى. لا تجعل زوجتك ولا بناتك في هذا اليوم العظيم، في يوم الفرح والسرور، أن يذهبوا إلى القبور، أنت مسؤول عنهم بين يدي الله يوم القيامة. لا توافق على ذلك، وإن أصروا فتبرأ من ذلك حتى لا يتعلقون في عنقك يوم القيامة، لأن العلماء قالوا يحرموا الزيارة إلى القبور يوم العيد. رسالة للنساء الذين يسلمون على المحارم والذين يتعثرون أو يذهبون إلى المقابر، احذروا غضب الله، احذروا عقاب الله، فإن أكثر النار من النساء. فاتقين الله في دنياكم، في أزواجكم، في من تعولون، إذا كنتم تعولون رعية اتقوا الله فيهم. إن هذا اليوم يوم جائزة، يوم الفرح، يوم السرور. وسعوا على أولادكم، لا تضيقوا ولا تغضبوا، وامسك نفسك على ما استطعت، فإنه يوم الفرح والسرور. تصافح الملائكة، يصافحك بالطرقات. إذا أتيت من طريق فارجع من طريق آخر، لأن الطريقان يشهدان عليك يوم القيامة، لأن الأرض تشهد على الخير والشر. وقيل لإظهار الشعائر وإظهار فرحة العيد وإظهار الفرحة والسرور بالذكر والتكبير، وأنت ترجع من طريق تصافحك الملائكة. عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والحبيب المختار. لا يقبل أحد من أحد. صفحوا بعضكم، من كان بينه وبين أخيه شحناء فليصفيها من اليوم، حتى لا يعلق صيامه بين السماء والأرض، حتى لا يعلق عمله، حتى لا تعلق زكاته، فإن عدم الصلة يربط العمل بين السماء والأرض ولا يرفع. اترك هذان حتى يصطلح. أتردان أن يتركك الملائكة ولا تصافحك وتغضب منك؟ فصافح واصفح عما بدر مما بينكما، فإن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين، يحب أهل العفو، يحب أهل التصافح. بل إن الله تبارك وتعالى يثني عليه: صلوا أرحامكم ولا تقطعوها ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. إن هذا اليوم يوم عظيم، حتى يرفع رمضان الذي صمته بين جنبيك إلى الله تبارك وتعالى. عباد الله، نسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعل هذه الوجوه الناظرة محبة لله محبة لبعضها يا رب العالمين. انبذ من بيننا الشحناء والبغضاء والفرقة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والكرب العظيم. يا رب فك كرب المكروبين وهم المهمومين، واشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض يا رب بحق هذا اليوم العظيم. ارفع الألم عن المألومين، والوجع عن الموجوعين، والمرض عن الممرضين. اللهم اكتب لهم البراءة والشفاء. اللهم ارحم موتانا، ارحم من كان معنا في الأعوام الماضية. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. ادخل على قبورهم الروضة والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين. ارحم آباءنا وأمهاتنا وأحبابنا وأصدقائنا ومن كانوا معنا. اللهم ارحمهم بفضل هذا اليوم العظيم يا رب العالمين. يا رب اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم احسن ختامنا وتولى أمرنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن. اجعل قريتنا أمينة سخاء برجالها بأمنها يا رب العالمين، وسائر ربوع المسلمين. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم
وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. سووا صفوفكم واعتدلوا اقبلوا على الله يقبل عليك. سووا الصف الأول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف